السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هوريكم الانتريه اللي صورناه في الفيديوهات السابقة. كنا صورناه وهو في مرحلة التنجيد، وصورناه كمان وهو في مرحلة التشطيب. النهاردة هنصور الفينش بتاعه. هو خلاص اتشطب تماما وهيتسلم بكرة ان شاء الله. طبعا انا كنت قايله لكم الانتريه دوت 3 قطع، اللي هو كنبة وكرسيين ومعاهم بنكيت. وكنت موريكم النجاره بتاعت الانتريه دوت برضو في فيديو من الفيديوهات السابقه. فالنهارده بقى الفينش، وهقول لكم برضو ايه على الخامات اللي اتحطت فيه برضو، عشان الناس اللي لسه داخله على الفيديو وما تابعتش الفيديوهات السابقه تبقى عندها خلفيه. تمام، زي ما انتم شايفين كده، دي كنبه صغيره 2 مقعد، ومعاها الكرسيين بتوعها او الاتنين فوتيه بتوعها. تمام، ومعاهم البنكيت اللي انتوا شايفينه دوت. طيب الخامات بتاعتنا ايه؟ الخامات بتاعتنا طبعا السفنج بتاعنا الكثافه 48 اللي انا صورته لكم في فيديو قبل كده. اهي السفنج يعني هي موجوده. تمام، دي من شركه الدلتا او نايل فوم، ديت اللي اتعمل منها الانتريه دوت. تمام كده، تمام. ده بالنسبه لي الشلت. اما بقى بالنسبه للدراعات والظهور فالكثافات بتاعتنا كثافات عاليه برضو من السفنج الفرز التاني اللي كنا اتكلمنا عنه في فيديوهات قبل كده، وقلنا ان الفرز التاني دوت مش حاجه وحشه، لا دي حاجه بتبقى كثافتها عاليه قوي ومش موجوده في الفرز الاول، او السفنج اللي بيبقى نازل رفيع منه فرز اول وبيبقى اغلى من الفرز الاول. يعني السفنج الفرز التاني دوت مش حاجه رخيصه ولا حاجه وحشه، لا دي حاجه بتبقى كثافات عالية جدا، يعني 40 45 36 الحاجات العالية اللي هي بتتعمل منها المراتب بتاعة الشلت اللي زي دي. تمام، بتبقى المصانع منزلاه، يعني بيبقى الصب مثلا اتلسعت منهم او حاجات زي كده، فبيبداوا يقطعوها ويطلعوا منها رفايع. فدوت اللي بناخده. طبعا بناخده احنا الكميات ديت بتنزل لنا، بتبقى سعرها اغلى من الفرز الاول زي ما قلت، بس بتبقى كثافتها عالية وبتبقى يعني حاجات عافية عن الفرز الاول. طبعا كل دوت شرحناه بقى ووريته لكم باستفاضة في الفيديوهات السابقة. خلينا بقى نرجع تاني للفيديو بتاعنا. احنا زي ما قلنا سفنج الظهور والدراعات بيبقى من الكثافات العالية، وسفنج الشلتة زي ما قلنا بيبقى اللي هو 48 دوت. وانا كنت مصوره لكم الختم بتاعه زي ما شفتوا كده، الختم مكتوب عليه نايل فوم. هنا بقى برضو القماش ده قماش يقال انه كتان، هو العميل اللي جايبه هنا. بس في يعني نفس الشكل كده، بس الخامة بقى الاعفى من دي. يعني كنا شغالين بيه، عاملين بيه ركنة كافيه كانت طالعة من مدة، كانت نفس شكل القماشة كده، لكن الخامة مختلفة تماما. الخامة ديت العميل جايبها، فجبنا بقى الكوشن كده حاجة تليق معاه، فجبنا حاجة يكون فيها درجة المنت ده. تمام كده. الشلت بقى ديت طبعا زي ما انتوا عارفين بيبقى السفنج عليه طبقة فايبر رول، وبعدين بياخد كسوة عبك وبتتخيط بالغزل، وبعد كده بتتلبس الكسوة اللي هي الخارجية اللي انتوا شايفينها، بتبقى من نفس القماشة. الدراع كده واخد هنا كلابة بالفليتو زي ما انتوا شايفين. تمام، عندي الرجول هنا، الرجول زان بتيجي مدهونه اسطر كده جاهزه، دي بتيجي وبتتركب على طول. تمام كده. والبنكيت دوت زي ما انتم شايفين. طبعا برضو صورت لكم النجاره بتاعته، وصورت لكم وقت الشغل فيه، ودلوقتي اتشطب تماما وهيتسلم ان شاء الله الشغل ده كله بكره. زي ما انتم شايفين الرجول بتاعته التفاصيل كلها واضحة وباينة. طبعا واخد خياطات هنا ونغز. شايفين شكله. وطبعا الاستك بتاع
الطقم دوت استك البرنس الاصفر اللي كنت مصوراه برضو في فيديوهات قبل كده، هو اللي احنا بنشتغل بيه على طول، مش بنغيره. بيتشد الاستك وبعدين تحط سفنج اللي هو البوصه، وبعدين بيتشد عليه القماش بتاع الانتريه كده، وبعد كده الشلته بتبقى فوق منه. والخشب بتاعنا خشب زان، وكان متصور زي ما قلت في الفيديوهات اللي قبل ديت. وكده اظن ان انا اتكلمت عن كل التفاصيل بتاعه الشغل. لو في اي حاجه نسيتها او عايزين تعرفوا اي استفسار عن الشغل، ابعتوا لنا على الواتساب. رقم الواتساب بتاع زوجي بيرد على كل الاستفسارات، وعنده كمان في قناته فنون التنجيد، تقدروا تسيبوا في التعليقات عنده، هو بيرد على التعليقات بتاعه القناه، وبيرد على رسائل الواتساب. الناس اللي بتتصل بيبقى وقت شغل، وقت صلاة، وقت كده، مش بيعرف يرد على كل المكالمات، لكن بيرد على رسائل الواتساب كلها، بيرد على كل الناس. في اي استفسار ابعتوله على الواتساب، وانا بسيب الرقم بتاعه في الوصف تحت الفيديو. واذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتركوا في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله.